اخر حاجه بقى مكمله للموضوع ده ومهمه جدا للبيزنس بتاعك والبراند، هي فكره انك تكون بتستخدم سيستمز. سيستمز هنا معناها انه فيها شق الجانب التقني، وفيها شق انك تكون فاهم اصلا البروسيسز او هي الحاجه بتشتغل ازاي. يعني انا لما اقول النهارده انا عايز اسجل كورس اونلاين، الدوره بتاعت ان انا اعمل كورس من صناعه المحتوى لتصويره، لان اعمل له مونتاج، لان ارفعه على الويب سايت، لان اسمح ازاي للناس تدخل تتفرج عليه لما تشترك وناس لا، وهكذا. دي في سايكل كامله، ده سيستم، دي منظومه، دي بروسيسز، يعني عمليه تشغيليه كامله ليها خطوات. فده في حد ذاته محتاج اكون فاهمه، ومحتاج اكون فاهم كمان تحت كلمه سيستم انه يكون في انظمه. النهارده واحنا عايشين في الزمن الجميل بتاعنا ده، احنا محظوظين انه في حاجات. انا في بدايه ما كنت بعمل البراند بتاعي من ما اعرفش 15 سنه، لما دخلت العالم بتاع ال L&D او صناعه المعلومات، انا في حاجات يا جماعه كانت بتاخد مني مش اقل من يعني اسبوع، تقريبا بنام كل يوم ساعتين علشان اعمل مثلا صفحه على الويب سايت، او اعمل ماركتنج فانل او النهارده مع التكنولوجي والتطور المرعب اللي بقينا بنشوفه، في حاجات بقت بتتعمل just like that. فمهم جدا انك تكون فاهم انه في حاجات من البساطه واليسر انها تخلي حياتك جميله وسهله، وانت بتنجح من غير ما تكون بتموت نفسك، بانك تستخدم الاول، تكون فاهم ايه الدوره الكامله اللي انت بتشتغل بيها عشان تطلع الحاجه المهمه، وبعدين ايه الاداه اللي ممكن تستخدمها علشان تساعدك تعمل الموضوع ده just like this.